السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض ميني كرواسون باسهل وانجح طريقه، بطريقه بسيطه جدا مش محتاجه اي تكاليف. ده غير ان احنا مش هنحتاج ان احنا نستخدم زبده كتير وزبده توريق، ومش هنعمل خطوات كتير النهارده باذن الله. هو هيطلع معاكي بالطراوه والهشاشه دي ان شاء الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. ولو لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. ونسمي الله ونصلي على الرسول عشان نشوف وصفتنا النهارده هنعملها ازاي. في الاول كده انا جبت بوله، حطيت فيها معلقتين من السكر، ومعايا معلقه كبيره من الخميره. هضيف معايا نص كوبايه من الحليب بتاعي النهارده انا هستخدم كل السوائل النهارده تكون دافيه. انا هقلب الخليط ده كله مع بعض واسيبه كده على جنب لغايه ما الخميره بتاعتي تتفاعل، ويعتبر ده برضو محسن للعجينه بتاعتي. انا غطيته كده واسيبه على جنب. هجيب هنا البوله بتاعت العجان، تقدري طبعا تعجني على ايدك مفيش اي مشكله. العجينه سهله وبسيطه وما تاخدش منك وقت باذن الله. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، هضيف معاهم معلقتين من اللبن البودر، ومعايا البيضه، رشه من الملح، وضفت معاهم معلقه صغيره من البيكنج باودر بس للاسف ما اتصورتش. هخلط كل المكونات دي مع بعضها في الاول، وبعدين هنزل بالسوائل بتاعتي. معايا نص كوبايه من اللبن الدافي او الحليب، ومعايا خليط الخميره. طبعا الخميره ما شاء الله كانت اتفعلت وادتني فوران حلو جدا. انا هخلط كل المكونات دي مع بعضها. انا العجينه بتاعتي لقيتها لسه محتاجه سوائل. طبعا كل دقيقه حسب التاني، فانت تشوفي العجينه بتاعتك والنوع الدقيق اللي انت بتستخدميه السوائل بتاعته محتاج ولا لا. الدقيقه لما العجينه لمت معاكي تمام محتاجه سوائل، هتضيفي طبعا يعني ايه معلقتين بمعلقتين كده. انا العجينه بعد ما اتعجنت كويس هنزل عليها معلقتين من الزبده وابدا اعجن. طبعا هتحسي اول ما بتضيفي الزبده ان العجينه بتاعتك بتتقطع، لا اعجني كويس جدا هتطلع معاكي طريه طراوه، حاجه كده في منتهى الجمال. عجينه ممتازه طريه جدا. هسيبها بقى كده على جنب تخمر من 10 لربع ساعه. هنا العجينه بتاعتي بعد خلاص ما خمرت معايا، انا هنا مش عايزه اطلع الخمران بتاعها، لا انا هحافظ على التخمير بتاعها كده وانزلها زي ما هي. هجيب هنا بقى اي مقطع او سكينة هقطعها هنا على 4 كور. العجينة بتاعتي طرية جدا ما شاء الله ممتازة. انا متأكدة ان انت هتشوف الوصفة دي ان شاء الله تقوم تعمليها على طول. مش مكلفة ومكوناتها موجودة في كل بيت بإذن الله. انا هكور كده العجينة بتاعتي على 4 كور واغطيهم. طبعا لازم تغطي العجين بتاعك عشان ما يشقاش منك. انا هنا بفرد العجينه بتاعتي على مفرش سيليكون، لو مش متوفر عادي تقدري تحطي رشه دقيق على الرخامه بتاعتك وتفردي عادي مفيش اي مشكله. او مثلا لو عندك ورق زبده تمام، بس يفضل لو الرخامه ورشه دقيق يبقى افضل، بس ما ترشوش دقيق كتير. انا هنا خلاص بعد ما كورت العجينه بتاعتي عملت 4 كور. هبدا بقى بالاول كوره انا كورتها سبتها بس ترتاح كده 5 دقايق، واغطي طبعا العجين بتاعي عشان ما يشقاش مني. العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة ممتازة جدا، اتعجنت كويس ارتاحت. تديكي عجينة ويديكي كرواسون طري ويفضل معاكي طري لتاني يوم وتالت يوم كمان. انا هنا هفرد العجينة بتاعتي وهقسمها كده على 4. انا هفردها الاول على شكل دايرة، وبعدين هجيب السكينة بتاعتي هقطعها كده على مثلثات، وهاخد كل مثلث على 2. هنا حجم الكرواسون بتاعي مناسب جدا. لو انت عايزاه اكبر من كده وتسيبيه على 4 تمام مفيش مشكلة، بس هيبقى كبير بشكل مبالغ بصراحة. بس انا حبيت ان هو يبقى بالحجم المناسب ده، بحيث ان انت حبيت تحطيه في لانش بوكس للولادة يبقى حلو جدا ان هما يقدروا ياكلوه. الفيديو موضح كل حاجة بطريقة الفرد والتقطيع. والعجينة ما شاء الله طرية وبتتشد وبتتفرد معايا بكل سهولة. انا هنا بفرد، كل ما بفرد بس كده حاجة بسيطة بحيث انها تديني طبقات كتير، ويبقى الكرواسون بتاعي مورق وطري كده معايا. ده شكل وحجم الكرواسون. طبعا الحجم ده مناسب لان هي لسه هتخمر تاني ولسه لما تدخل الفرن،
فزي ما انت شفتي كده الحجم معايا في اول الفيديو. انا حبيت اعمل معاكم كده كذا واحده برضو عشان تشوفوا الطريقه بتاعتها. انا هجهز هنا بقى الصينيه بتاعتي. هجيب صينيه فيها دهنه كده من الزيت خفيفه، وهبدا ارص الكرواسون بتاعي واسيبه كده لغايه ما يخمر. في الوقت ده انا هكون مجهزه الفرن بتاعي مسخناه على درجه حراره 200، الرف الاقرب للارضيه. ومعايا هنا ده اول صاج بتاعي كان خلاص يعتبر خمر معايا. هجيب هنا معلقه من الحليب عشان تديني الوش الحلو قوي اللي احنا شفناه كده في الاول. تقدري تدهنيه بصفار بيضه مع الحليب تمام، بس انا حبيت يعني ايه ادهنه النهارده بالحليب بس. اول ما بيطلع بكون مجهزه كده فوطه منديه من الميه وبغطيها عشان تحافظ لي على الطراوه بتاعه الكرواسون بتاعي، ويفضل طري معايا ويطلع معايا بالجمال والحلاوه دي. حاجه كده في منتهى الجمال. التسويه بتاعته ممتازه جدا. طبعا انت اول ما بتخلصي التسويه لو ياخد لون من تحت، وبعدين بتقومي رايحه مشغله الشوايه ياخد اللون الجميل اللي انت شفتيه معايا دلوقتي. انا طبعا ما حشيتش الكرواسون في الاول. لو كنت بحشيه اي شوكولاته بفضل ان هو يتحشى بعد ما يطلع من الفرن. فانا هنا جبت اي بقى خله عندك او اي حاجه بتستخدميها، اي خله او عود خشبي تقدري تجيبيه كده تعملي بس فتحه كده في الكرواسون. ومعايا هنا معلقتين من النوتيلا، وهبدا احشي الكرواسون بتاعي. انا ليه ما حشيتهوش في الاول؟ عشان بس النوتيلا لما بتدخل تحت درجه حراره ممكن تخرز معاكي وتنشف وما بتبقاش احسن حاجه. فده افضل طريقه ان انت تحشي بيها الكرواسون بعد ما يطلع من الخبز. تقدري طبعا تسيبيه بقى كده تسيبيه ساده، تقدري تسيبيه بعد حشو النوتيلا ويبقى كده شكله تحفه تمام. بس انا بصراحه ما استكفتش بكده. انا حبيت بس اجيب شويه من الشوكولاته واديله بس كده شكله يطلع شكل بالجمال والحلاوه دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم.